السلام عليكم المشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى من الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم هاد الطبق ديال العدس اللي كيجي لذيذ وشهي بزاف في 20 دقيقه وكيجي بمذاق رائع. غير ما تنسونيش من لايك الفيديو، اللي اول مره غادي يشوف القناه وعجبو المحتوى يدير لنا واحد اشتراك وبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده، وكتزيدوا تدعموني باش كنوض نشارك معكم فيديوهات جداد ان شاء الله. شوفوا الطريقه كيفاش كتجي، راه كتجي ما شاء الله، كيجي غزال وكيجي لذيذ وكيبقى في اللون ديالو، كيبقى حبه حبه ما كيتفسخش لينا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش. وهنايا غادي نبداو يا بسم الله على بركه الله. خديت هنايا زلافه تاع العدس من بعد ما رطبتها بحال الشكل ديال الحمص. ملي كترطبوه هذه هي الطريقه اللي كتخلي العدس ما كيتفسخ الناس، كيبقى حبه حبه، يعني كترطبيه بحال الشكل ديال الحمص. وهنايا خديت زلافه تاع طماطيشه اللي حاكاها، وهنايا عندي القزبر والمعدنوس اللي مقطعاهم، ومعلقه تاع الحرور وجوج ريوس تاع الثوم. وهنايا في التوابل خديت معلقه تاع الملح ومعلقه تاع القزبر مطحون، معلقه سكينجبير، الرويس تاع يديك حكوه بصبيعاتك ديال القرفه، يعني ما كتقوش القرفه بزاف، كتعطي واحد اللذه كتجي غزاله ما شاء الله. وخديت معلقه تاع العرق، معلقه تحميره، معلقه بزار، معلقه ديال الزعتر. وهنايا عندي بصله اللي كنقطعها مزيان، الا ما قطعتوش مزيان حكوها، المهم كتكون مقطع مزيان. هنايا غادي ناخذ طنجره اللي غادي نضيف عليها هاد العدس اللي كتمرطاه، هذا هو السر ديالو اللي كتخليه ما يتفسخش وكيعطي واحد اللون اللي كيكون غزال. المهم كيترطب بحال الحمص. هنايا غادي نضيف هذيك الزلافه تاع الطماطيشه اللي محكوكه، وغادي نضيف هاد التوابل والزعتر، راه كيعطي البنه للعدس يا سلام، كيعطي واحد اللذه اللي كتكون رائعه. وغادي نضيف هاد القزبر والمعدنوس مع هاد المعلقه تاع الحرور مع جوج ريوس تاع الثومه. وغادي نضيف حتى هاد البصله، غادي نجمع كاع هاد المكونات دقه وحده في الطنجره، راه كيجي غزال. وهنا غادي نضيف الماء اللي كيكون طايب كما كتلاحظوا. ها هي دابا كاسرونه، عبرت بالكاسرونه، كندير كاسرونه عامره وكندير النص ديالها، ومن بعد غادي نسد هاد الطنجره اللي عندي ونحطوه 20 دقيقه صافي ونطفي عليه. 20 دقيقه ونطفي عليه. هو من بعد ما وجد معنا 20 دقيقه راه حتى الماء كيكون طايب، وهو ما كياخذناش الوقت بزاف حتى كيكون مرطب. وشوفوا تبارك الله راه كيبقى حبه حبه. وكنتمنى من الله ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو. كنتمنى من الله ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. غير ما تنسونيش من الاشتراك، واللي عنده اي سؤال يخليه لنا في التعاليق. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.